خرج سلطان للصيد مع وزيره وجنوده، فتفرقوا بين الغابة والوديان، حتى وجد السلطان نفسه وحيدا تحت المطر والرعد والبرق، فبحث عن مأوى فوجد كهفا في الجبل، فدخل إليه على جواده، وما إن اعتاد بصره على الظلام حتى لمح 4 رجال نايمين كأنهم لا يسمعون شيئا، فتعجب وناداهم، فاستيقظ الأول وقال: كنت أحلم أنني أرتدي قفطانا مثل هذا الذي عليك، وحلمي لا يكذبني. ثم انتزع قفطان السلطان ولبسه، ثم نهض الثاني وقال: وأنا حلمت أن تاجا من ذهب فوق رأسي، وهذا تاجك بعينه. فأخذ التاج ووضعه فوق رأسه. وقام الثالث فقال: أما أنا فقد رأيت أنني أمتطي جوادا أصيلا سريعا كالريح، وهذا جوادك هو جوادي، فقاد الفرس معه. أما الرابع فلم يجد شيئا، فرأى سلسلة في عنق السلطان فيها زمارة صغيرة، فأخذها وضحك: ظننتها ساعة من ذهب، لكن لا بأس، الحظ معي اليوم. ثم نفخ فيها بقوة، فدوى صوتها بين الجبال، سمع الجنود الصوت، فعرفوا مكان سلطانهم، فأسرعوا إليه مع الوزير. فلما دخلوا الكهف وجدوا السلطان واقفا أمام الرجال ال4، فابتسم السلطان وقال: أما أنا فقد رأيت في المنام أنكم جميعا على حبال المشنقة، وحلمي أيضا لا يكذبني. فأمر جنوده فأمسكوا بهم، وأقيمت لهم مشانق عند باب الكهف، فكانوا عبرة لكل طامع.